السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة للشباب. كتير من الشباب المتزوجين مش بيعرف يعبر عن مشاعره، او ان صح التعبير مش بيرضى يعبر عن مشاعره، واعتقادي ان سبب ده انه شايف ان مشاعره دي مش لازم تظهر، وان ده ضعف منه وده ينقص من رجولته. يعني مشاعر الحب والشوق والامتنان والتقدير لشريكة حياته لو حس بيه بيقول اكيد ده نزغ من الشيطان ويستعيذ بالله، وده لان العنصر الذكوري الاول في حياته او قدوته كان كده، وده يرجع لانه نشأ في اسرة مفيهاش حب. الاب مش بيظهر حب للام ولا بيعرف باي شكل يعبر عن مشاعره، بل كمان قد يكون في اظهار لمشاعر القسوة، وقد يكون تفسير الأب بينه وبين نفسه لا إراديا عشان أنا راجل، وده بيبقى عبارة عن حلقة مفرغة. الجد يورث للأب والأب بيورث للابن، وهكذا حتى يظهر ابن مثقف أو قارئ قدر يوقف المهزلة دي ويبدأ يعبر عن مشاعره ويحتوي من حوله، يعرف إن اللين وإظهار المشاعر الرقيقة لا يتعارض البتة مع رجولته. أو تكون الأم قدرت تتخطى إنها غير مشبعة عاطفيا وتخطط تأثير زوجها في مشاعره تجاهها وإهماله ليها، وقررت إنها تربي راجل في صورة غير اللي عاشتها عشان بتتقي ربنا في بنات الناس اللي هتكون من نصيب ابنها. فرسالتي لكل راجل شاب عاقل: امشي ورا فطرتك ومشاعرك واللي بتحس بيه عبر عنه، ودين مع أهلك وأرحامك، وخلي نبيك قدوتك، ووقف المواريث الخاطئة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان